السلام عليكم، ازيكم؟ في الفيديو تعالوا نشوف ازاي نعمل الاعلان بتاع اللبان السحري ده. بص بقى، احنا اول حاجة في الفيديو هنشوف ازاي هنعمل اللبان نفسه، يعني هنشوف ازاي هنعمل الشيب بتاعه نفسه. طيب، بص بقى، اول حاجة هنعملها، بس هشغل السكرين كي عشان تعرف انا بعمل ايه اول بأول. هنشيل الكيوب تمام. طيب، بص بقى، اول حاجه انت هتدوس شيفت A وتروح عند image reference، وهتلاقيني سايب لك لينك الصوره ديت تحت عندك في الديسكريبشن ديت، الجايد اللي احنا هنمشي عليه. هتدوس بقى شيفت A وتجيب بلان وتدوس RX 9. بعد كده تدوس SX وتخليها بالشكل ده كده SZ، وترفعها مثلا لحد هنا، نمشي لحد فوق. حلو. وتدوس كنترول ار وتعمل يعني كت هنا في النص هنا كده، وتعمل كت عند الحرف هنا كده بالشكل ده، وتعمل كت برضو ايه في النص. حلو. كده تروح عند الموديفايرز اد موديفاير جنريت سوليديفاي. بعد كده هتزود الثيكنس بتاعه شوية وتدوس ابلاي. وبعد كده هتقوم اس اكس او اس واي سوري، وتبدأ انت مثلا ترفعه شوية كده. تمام. بعد كده فاكر الكات اللي احنا عملناها في النص، هتقوم ماسكها كده. حلو. وهتدوس اس واي، تبدأ انت تنفخه كده شوية، بعد كده تدوس كنترول بي وترفعها لفوق كده، ممكن تسوي ده شوية كده، وتدوس اس واي وتخليها مثلا بالشكل ده. تدوس اس واي تاني مثلا كده مثلا بهذا الشكل، وتطلع هنا فوق وتدوس كنترول ار، خليها 3 4 4، وتمسك مثلا ده وده وتدوس اس زد وتنزلها لتحت، تمسك ده وده اس زد وتنزله كده لتحت، وتدوس على الفيس مود او سيلكت فيس وتعمل سيلكت عليه كده، وتدوس الت اي اكسترود، وهنا برضو الت اي اكسترود بهذا الشكل. وتحت برضو نفس الكلام بالظبط، هتدوس كنترول ار واتنين تلاتة أربعة بالشكل ده. تمسك مثلا أول اتنين اس زد تقربهم من بعض، تمسك ده وده اس زد وتقربهم من بعض. ممكن بقى ان انت مثلا تعمل سيلكت على الجزء ده والجزء ده الت اي، وهما مثلا عشان يعملوا مثلا ايه نفس المقاس بالشكل ده. حلو. بعد كده هتقوم رايح عند الاد موديفاير. تمام. بتدوس عليه وتختار subdivision surface، هتلاقيه عمل معاك بالشكل ده عادي خالص، ولا يهمنا حاجة. تقوم رايح عند الفرونت فيو وتيجي هنا. حلو. شايف الجزء اللي فوق، تقوم رايح عنده دايس عليه، وهتزود ده كده وتنزل هنا تحت هنا كده، وهتزود المين كيرف بالشكل ده. تمام. بهذا الشكل اللذيذ. وطبعا الجزء كله احنا عايزينه يتخن شوية، الجزء ده كده شوية مثلا كده مثلا. أيوة هذا الشكل. تمام. كده احنا عملنا الشيب، فاضل بقى نحط عليه الغلاف او الليبل بتاعه. يلا بينا نشوف هنحطه ازاي. طيب، بصوا بقى عشان نشوف ازاي هنحط الغلاف بتاع اللبان. هتقوم قاسم الشاشة كده نصين، وقاسم الجزء ده برضو ايه نصين، يعني مش فارق. نقفل ده لغاية كده نصين. هتروح عند الشيدر اديتور وتروح عند الماتيريال بروبرتيز، هتدوس نيو. حلو. تمام. وتقوم مثلا عامل كده وتختار ايمج، شيفت اي، تختار
image texture وتوصلها بالcolor base وتدوس open. وانا عندي هنا واحد مثلا نختار. تمام، يبقى انت مش هتلاقيه مظبوط، فعشان نظبطه هتقوم رايح عند اليو في editor وهتدوس هنا عند browse image to be linked وتختار الصورة اللي احنا عاملينها. هتدوس بقى tab وتدوس A وشايف الشكل اللي قدامك دوت، هتدوس SX وتبدأ ان انت ترفعه بالشكل اللي قدامك ده كده. هتلفه مش عارف ايه اللي معوجة، بس هتدوس SY وتصغرها بالشكل ده مثلا. تمام، وممكن ندوس SY بحيث ان هي تبقى مظبوطة شوية مثلا بهذا الشكل. تمام، وبعد كده وتبدأ بقى ان انت ايه تدوس مثلا SY وتبدأ ان انت مثلا تظبطه مثلا بهذا الشكل، وتقوم مثلا جاي هنا تدوس SX وتجيبه مثلا على جنب مثلا بالشكل ده. GX مثلا تجيبه هنا، والجزء دوت مثلا ممكن نجيبه هنا كده على جنب كده مثلا. الجزء ده برضه مثلا تجيبه كده كده كده. أنا عايزه مايل بس مش مايل أوي كده. مثلا نقوم جايبين هنا و يعني بنظبط على حسب الصورة، عشان يعني بنبص هنا بعد كده بنشوف هي مظبوطة ولا لأ. ممكن نجيبها هنا على جنب نجيبها كده. تمام تمام، بس لو انت رحت من الناحية التانية هتلاقيه يعني مش مظبوط قوي. فانا بعمل حاجة، انا بروح بعمل له ميرور. يعني ايه ميرور؟ انا بقسمه نصين بالشكل ده. بروح عند الفيس مود بشغل الاكس راي وباخد مثلا النص ده كده. تمام، وبشيله خالص وبقوم اعمل له حاجة ميرور. طلع الميرور فوق واقفل الاكس وشغل الزد وبدوس تاب بدوس A بدوس G Y وببدأ ان انا اقربهم من بعض، بس بشغل كليبنج وبقربهم من بعض كده مثلا بهذا الشكل. طبعا عشان انا مشغل الكليبنج فهم خلاص كده ايه لزقوا في بعض، فممكن مثلا كده مثلا يبقى بهذا الشكل. تمام، طبعا هتلاقي برضو في شوية مشاكل ورا، فهتعمل هنا ابلاي للميرور وتبدأ ان انت تظبطها من هنا. فتدوس A S وتدوس Y وتنزلها مثلا كده لتحت كده. وهنا هتدوس كنترول R وتعمل مثلا 3 كات بالشكل ده، هتلاقيها ظبطت معاك. طبعا الاجزاء اللي فوق ديت انت بتعمل عليها سيلكت اصلا لوحدها. تمام، وهي بتظهر لك هي فين بالظبط. يعني الجزء ده مثلا يكون لون اصفر، فهتجيبه هنا مثلا كده ايه في الاصفر. الجزء دوت كله مثلا هتجيبه هنا ايه الجزء الاصفر. الجزء ده كده كله ممكن تصغره خالص خالص كده وتجيبه مثلا هنا كده في الجزء الاصفر بتاعه. نفس برضو الحكاية اللي تحت، تجيب مثلا الجزء ده كده كله اللي هو الجزء اللي تحت هنا تصغره خالص وتصغره خالص خالص. يعني نجيبه مثلا في حتة لونها أصفر بالشكل ده، وهكذا برضو مع هذا الجزء وهذا الجزء تصغره تحطه مثلا هنا كده مثلا. عملت تقريبا اللي ورا مش قدام.
ده نصغره مثلا هنا بالشكل ده. كده مثلا. شغل السايكل سي بي يو. تمام. ممكن مثلا نشغل سين وورلد اي بلان، ونروح للإيدج مود وندوس اي زد ونطلع بيها مثلا كده ايه لفوق. تمام. طبعا هو في حتة هنا مقطوعة فممكن نظبطها، مش مشكلة. اللي هو هذا الجزء ممكن الجزء دوت معرفش هو ليه مايل، فاحنا ممكن نجيبه على جنب بس كده. الغلاف دوت مش انا جايبه من على النت ففي مشاكل شوية. تمام. ومثلا نقوم جايين من هنا مثلا كده كده مثلا. تمام. وكده دوت هيكون اول بارت من اللبان السحري. في بارت 2 بقى هنشوف ازاي نحركه زي الفيديو اللي انا وريته لكم الفي اف اكس وهو بيلف على آه، برج القاهرة. تمام. كان معاكم يوسف من قناة بنت ات. متنساش بقى اللايك والسبسكرايب وسلام.